في الظل كده ومحدش واخد باله، كانوا زمان واحنا صغيرين ينبهوا علينا ويقولوا ما تخرجوش بعد العشاء علشان الشوارع بتبقى بتاعتهم مش بتاعتنا، ادخلوا البيوت واقفلوا الباب. الكلام ده مش مجرد تهديد من أهالينا، ده كان قانون صامت في القرى المصرية والصعيدية زمان، الكل كان عارفه، محدش يسأل ليه، محدش يتحدى تحذير بعد العشاء. الدنيا بتتغير، هتلاقي الطيور ساكتة والكلاب بتبدأ تنبح من غير سبب، وصوت الضفادع بيقطع سكون الليل. ده الوقت اللي فيه عالم تاني بيصحى، عالم الكوابيس، واللي مش مفروض تشوفه بعينك، واللي كانوا زمان بيترعبوا منه. أبو رجل مسلوخة، فاكره؟ سمعت عنه قبل كده؟ الناس زمان كانوا بيحكوا عنه بهمس، كأنه مجرد نطق اسمه ممكن يجيبه. كانوا بيقولوا إنه كان راجل عادي عمل خطيئة كبيرة محدش عارف هي إيه، بس ممكن تكون خيانة، قتل أو نبش قبور. الروايات مختلفة لكن النتيجة واحدة، اتعاقب ونعمة الشكل البشري راحت منه، ورجله اتسلخت لحد ما عظمها بان، وفضل يتسكع بين الأحياء والأموات، لا هو حي ولا هو ميت. اللي يقابله عمره ما ينسى رجله المسلوخة، وعينه اللي بتنقط سائل اسود، وصوته المبحوح مش بيجري وراك، بيتفرج عليك بصوته كفيل انها ترتبط طول حياتك، وخصوصا شكل رجله. فاكرني بخوفك؟ طب اسمع القصة دي. الحاج عبد الحفيظ حارس مدرسة في سنهور بيحكي وبيقول: كنت شاب اتأخرت في المدرسة، وكان القمر نصه طالع، وفجأة سمعت حاجة بتجر رجلها. رفعت عيني، شفت جسم شبه إنسان، ووشه سايح كأنه حد ولع فيه وسابه حي. من يومها وأنا مش بخرج بعد العشاء. أم الشعور، سيدة الترعة. ناس كتير بيقولوا إنها خرافة، بس اللي ساكنين على المية بيعرفوها كويس. كانت عروسة ماتت غرق ورفضت ترتاح، شعرها الطويل نحاسي بيغطي وشها، ووشها شاحب كأنه طين القاع. بتظهر الفجر أو بعد الغروب، مش بتسبح، بتطفو، وبتفضل بصالك من غير ما ترف جفن. أحيانا بتبتسم، لكن ضحكتها ما فيهاش فرحة. بيقولوا بتهاجم الشباب والصغيرين، خصوصا اللي بيطلعوا عند الترعة في القرى بالليل. لو بصوا لانعكاس القمر في المية هيشوفوا أم الشعور. أم من الدقهلية حكت وقالت: ابني شاف ست بتضحك له من تحت المية، لابسة حاجة بيضة وشعرها بيغطي وشها. بعدها وقع في الترعة، رجع ساكت وقال: هي ندهتني عايزة تاخد لعبتي. اللعبة ملقينهاش، وريحة شعرها فضلت في هدومه يومين. أنا متأكدة إنه شاف بسم الله أم الشعور. العقربان، لعنة النيل. في القرى اللي جنب النيل الناس بتحكي عن العقربان، كائن غريب نصه إنسان ونصه عقرب، بيظهر بعد الغروب على ضفاف الترع والمصارف. محدش يعرف أصله بالظبط، لكن الكل عارف إنه بيختار ضحاياه بعناية، خصوصا اللي بيكونوا لوحدهم. اللي يشوفه يحس إن الدنيا اتقفلت حواليه، والهوا اللي بيشمه تبقى فجأة ريحته ريحة كبريت. بيقولوا إنه بيقف ساكت، جسمه نصفه بشري ونصفه عقرب عملاق، وعينه بتلمع في الضلمة كأنها جمر. لو قربت منه مش هيلمسك، بس نظراته تكفي تخليك تشعر إن حياتك على حافة الموت. راجل من البحيرة بيحكي: كنت راجع من الغيط متأخر، شفت ظل طويل بيتحرك على الترعة، قربت علشان أركز، لقيت نصه بني آدم ونصه عقرب. قلبي وقع، جريت وما عدتش أبص ورايا لحد ما دخلت البيت. الأسطورة بتقول إن العقربان بيحرس كنوز قديمة دفنها الفراعنة، وبيكره البشر اللي يقربوا منها، وفي بعض الأحيان بيختفي فجأة وكأن الليل نفسه بلع وجوده، وبيسيب وراه ريحة حرق ونقطة سم صغيرة على الأرض. اللي تلمسه أو قربوا منه من غير قصد جسمهم بيبدأ يتحرك بطريقة غريبة، وكأن العقربان سيطر على أعصابهم، ويوم ما يحاولوا يحكوا اللي شافوه صوتهم بيختفي، وعقلهم بيفضل واقف في ذكرى مش قادر يسيبها. يمكن تفتكر إن دي مجرد أوهام أو أساطير شعبية، لكن المؤكد إن أي حكاية خيالية أو مخيفة بتبدأ بحقيقة غريبة ومؤكدة.